ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بينا بقى نعمل شوية معجنات على دخول المدارس. عايزين نعمل حاجة حلوة كده لعيالنا نفرحهم بيها. حاجة نظيفة، حاجة بيتي، حاجة مش مكلفة، وكيلو دقيق عمل كل دول. يلا بينا بقى نشوف الطريقة. بس قبل ما تشوفوا الطريقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وياريت عشان تدعموا قناتي. ويلا بينا نبدأ. بالنسبة للمقادير، طبعا احنا هنتعرف على المقادير كلها واحدة واحدة، واحنا بنشتغل هنتعرف عليها واحدة واحدة، وهكتبها لكم في صندوق الوصف. طبعا معايا هنا كيلو دقيق، حطيت فيه رشة الملح، وحطيت معلقتين لبن بودر، طبعا ده اختياري. معايا هنا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، حطيت هنا السكر والخميرة. معايا كوبايتين لبن انا روبتهم بخل، طبعا عندك رايب ماشي، عندك زبادي ماشي، عندك مية ماشي، بس انا بالنسبة لي كان عندي لا حليب، وانا حطيت عليه معلقتين خل كبار فروبتهم. هقلب كويس. حطيت السكر وحطيت الخميرة وحطيت كوبايتين الحليب اللي انا روبتهم بمعلقتين خل، يبقى مش هحط خل خلاص لان انا حطيت خل في الحليب. معايا هنا 3 معالق زبادي. طبعا المقادير كلها بالتفصيل هحطها لكم في صندوق الوصف. معايا هنا 2 عدد بيض بدرجة حرارة الغرفة. كل حاجة بنحطها بنقلب كويس. تمام، هنقلب كويس خالص لغاية ما البيض يختفي في الخليط، وده اهم حاجة. لازم تأكدي ان البيض اختفى خالص. هنيجي للدقيق اللي حطينا فيه رشة الملح، وحطيت فيه معلقتين البودر، اللبن البودر. طبعا هنا الخميرة انا واثقة فيها فاشتغلت على طول. طبعا انت لو مش واثقة في الخميرة وعارفاها هي ايه او النوع جديد عليكي فلا استني، لازم تتأكدي الاول من صلاحية الخميرة. تمام كده، انا هنزل كله وهبدأ اقلب الاول بالمعلقة واحدة واحدة. طبعا الدقيق ما تنسيش انه يبقى منخول مرة او 2، ولازم الدقيق يكون للمعجنات ما يكونش للبسكوت والحلويات. تمام، ودي اهم نقطة. موضوع الدقيق ده ساعات اللي بيخلي الحاجة تفشل. يعني ممكن انا اكون عامله لك الطريقة حلوة قوي وانتي رحتي استرخصتي وجبتي نوع دقيق مش كويس. طبعا في انواع كتيرة كتيرة حلوة ومش غالية. لو عايزين تعرفوا انواع كويسة اكتبولي في التعليقات. تمام كده، انا معايا نص كوباية مية عشان بس ايه، اجمع العجينة بيها. وتحطيها بالراحة لان الدقيق بيختلف عن الدقيق. استوعاب الدقيق للسوائل بيختلف من دقيق لدقيق. يعني في دقيق بيشرب سوائل كتير ودقيق لا، فما تحطيش المواد السائلة مرة واحدة، واحدة واحدة. تمام كده، انا اعجن وهريح لان العجن عايزاه يبقى فترة طويلة، يعني اقل حاجة ربع ساعة. يعني مفيش حاجة اسمها 10 دقايق في العجين، بالذات بتاع العيش، سواء فينو او عيش بلدي او عيش شمسي. لو سمحتي العجن في العيش بالذات لازم تعجني لغاية ما العجينة تعمل معاكي عرق. خلاص كده، هننزل بالزبدة اللي هي لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. طبعا انا هقول لكم المقادير كلها، هكتبها لكم في صندوق الوصف. خلاص كده، هننزل بقى ونعجن. العجينة معاكي هتلاقيها بتقطع، بس ترجع تلم مع كتر العجن. ما تزوديش دقيق في الحالة دي. خلاص كده، انا دهنت حبة زيت من فوق ومن تحت في الطبق ومن على العجينة من فوق عشان خاطر ما تلزقش. اغطيها، وادي بعد ما غطيتها فرغت الهواء منها، ونبدأ بقى ان احنا ايه نقرص. طبعا القطع ده بقى زي ما انت عايزة. انت عايزة عيش فينو كبير، عايزة عيش فينو صغير، عايزة عيش كايزر، ده بقى القطع دي مش هقولك، انا هديكي بس ايه اختيارات.
وانتي المناسب ليكي اعمليه. انا هديكي افكار بس، المناسب ليكي في التقطيع اعمليه. طبعا هبدأ كور مقاربة لبعض. انا طبعا مش بحب اوزن، بحب اشتغل كده على طول، يعني بحس ان انا مش عايزة اتعطل، فهشتغل كده بايدي. انتي عندك ميزان او دقيقة زيادة عن اللازم، بتحبي انك انتي تظبطي كل حاجة كما يجب، يعني يبقى خلاص اشتغلي بالميزان. نبدأ بقى نقرص، وزي ما انت شايفة كده التقريص، لمي العجينة وجمعيها كلها، وخلي الفتحات كلها من تحت وقفليها على بعض، ولفيها كده وهي في ايديكي، وحطيها على الناحية اللي فيها قفلة العجينة، بحيث انك انتي العجينة معاكي لما تيجي تخمر او تيجي تشتغلي فيها يبقى ما فيها، يبقى الوش بتاع العجينة املس. طبعا احنا هنشتغل دلوقتي وهقول لكم القفلة تبقى منين والظهرية بتاعت العجينة تبقى ازاي. خلاص احنا هنريح العجينة دلوقتي 10 دقايق او ربع ساعة. حطينا كيس وحطينا فوطة عشان خاطر ما يعملش العجينة، ما تعملش وش. ادي بصي العجينة لما ريحتها ربع ساعة صراحة، مش 10 دقايق. بصي ازاي انتي بتلفي، وكل لفة تقفلي، كل لفة بتقفلي وتبرميها شوية بعد ما تقفلي، عشان الساندوتش يبقى مظبوط معاكي، ما يكونش تخين قوي يعني. تمام. عايزة تطوليها عن كده عادي، برومي لغاية ما تطول خالص معاكي. عايزة الرغيف زي رغيف المخابز يكون طويل ورفيع وخفيف، ماشي. انا بقى عايزاه يكون مليان لبابة من جوه زي ما انت شايفة كده. طبعا ده جزء العيش الفينو اللي هو بناخده بنشتريه من تحت للسندوتشات من عند اي مخبز. تمام. خلاص ده الكايزر. بصي انا بفرده واروح مجمعاه تاني والفه لفة، واللي بعده نعملها تاني عشان حبايبنا. بصي التقفيلة، ولازم ابرم كده على ايدي الفها جامد، بحيث ان انا اضمن ان العيش الكايزر مش هيفتح معايا في الفرن. خدي بالك من النقطة دي. تمام. وكل حاجة بتعمليها تدهني نقطة زيت على الرخامة وفي ايدك، عشان خاطر العجينة طرية بتلزق حاجة بسيط. تمام. طول ما انت في ايدك زيت العجينة مش هتضايقك. ادي اوريكم تاني. خلاص كده يعني انا هعمل جزء عيش فينو اللي هو الطويل ده، وجزء عيش كايزر، وجزء من عيش طالع ترند جميل جدا. انا برضو هوريكم الفكرة دي حلوة قوي، وانا جربتها شخصيا جميلة. اهو زي ما انت شايفة كده، بتفردي الرغيف وبعد كده بتطبقيه نصين، بس ما تبططيش عليه عشان خاطر الرغيف يعني ما تقفليش. انت بتتنيه بس وتطبطبي عليه بالراحة وتروحي خلاص كده تسيبيه يخمر. ده طالع ترند وانا شفته وحبيت ان انا اعمل لكم الشكل ده. حبيت ان انا انفذ الشكل ده مع الاشكال المعتادة، برضو ينفع حلو خالص في سندوتشات المدرسة. تمام يا حبايبي. تمام. هنخلص بقى كله. وادي حبايبي دي الفكرة اللي انا حبيت اضيفها على العيش الكايزر زي ما انتم شايفين اهو. بص كده العيش بعد ما خمر، بقول لك انا كده انت عايزه تقطعيه كده ولا كده، باي حاجه انت عايزاها براحتك، انت زي ما تحبي. طبعا جبنه بيضه وحطينا معلقتين حليب وحطيت معلقه خل وضربتهم مع بعض وبدهن بيه. نفس الكلام في العيش الفينو هنعمله. طبعا العيش الفينو انا بحب قوي اديله شرط كده من فوق، فانتي وبراحتك. دي افكار، وانتي اختاري الفكره اللي هتعجبك نفذيها. طبعا بالراحه خالص عشان الخمر ده طبعا بتقعدي له ساعه قبل ما الرغيف يقب كده، فما تروحيش متكيه على العيش. انا بشتغل على الطياري، ولازم السكينه تكون مشرشره عشان ما تضطريش
يعني السكينة مشرشرة تساعدك اكتر من الناعمة. اهو بصي، انا بديكي افكار وانتي صاحبة القرار. بصي بتعامل مع الرغيف بحساسية جدا عشان خاطر العيش ما الخمر بتاعه هيهبط بعد كده، يبقى مش حلو خالص. طبعا هنا بقى احنا هنكون محضرين الفرن على درجة سوى حرارة متوسط 180 مسخن مسبقا. وادي حبايبي بعد ما طلع العيش طبعا سخن مولع، احنا هنبدأ بقى كده ايه، ان احنا نكون نرشه بالمية ونغطيه عشان يبقى طري وحلو وجميل. وادي بعد ما خرج يا حبايبي زي ما انتم شايفين. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شوفي لي جمال العيش وحلاوة العيش، الفيديو كله تفاصيل جميلة، بس يا ريت تتفرجي على الفيديو من اوله لاخره عشان تستفادي اكتر. طبعا امشي على الوصفة زي ما هي، بس اهم حاجة اختاري نوع الدقيق لو سمحتي، اهم حاجة هو نوع الدقيق. ولو عايزين نوع كويس اكتبولي في التعليقات او في الكومنتات وانا هقول لكم على كذا نوع حلو. ومع الف سلامة حبايبي.